السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناتي قناة طبختك هنا. ان شاء الله النهاردة احنا معانا النهاردة وصفة خفيفة كده. بس قبل ما نشوف هنسمي الله ونصلي على الرسول. ووصفتنا ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض كفتة، ممكن تشويها، ممكن تعملها في صينية عادي مفيش مشاكل، تحطها في الصينية كده وتحطها في الفرن. هنشوف مقاديرها ايه وهنشوف طريقتها ايه، بس الاول نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله. انا معي هنا حوالي نص كيلو لحمه مفرومه او زيت شويه، يعني زيت حوالي 600 جرام او حاجه. معايا بصله، معايا ليمونه، معايا طماطم، ومعايا توم، ومعايا فلفل حراق، ومعايا خلطه الكفته، ومعايا فلفل اسمر، ومعانا ملح، ومعايا حبه خل. ما تستغربوش يا جماعه من المكونات دي. ان شاء الله باذن الله تطلع معاكم كويس. انا هعمل ايه في معايا الاول. انا هاخد البصل والثوم والفلفل الحراق، وهاخد الطماطم، وهبدأ انزل بهم في الخلاط مع شوية مية واضرب. اروح اعملهم وارجع معاكم ان شاء الله نشوف هنكمل ايه وصفتنا ازاي. خلاص كده انا ضربت الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين بشوية مية. هجيب معايا مصفى ناعمة وانزل بالخليط. انا عايزة الخشن بس، انما الناعم ماليش دعوة بيه. انا هاخد الخشن اللي هيفضل في المصفى، والناعم ده ماليش دعوة بيه. لو انت هتشوي الكفته بتاعتك يبقى تاخد الميه ديت انت خليها جنبك وانت حاطه الكفته على النار، وتبداي تاخدي منها كل شويه كده وتحط على الكفته بتاعتك. بتبدا تدي طعم جميل للكفته. تمام، يبقى انا هصفي دي كده، هحاول اصفيها واخد اللي هو الخشن اللي فيها وارجع معاكم تاني. كده انا صفيت الخليط زي ما احنا شايفين مع بعض اهو، بس انا ما قرصتش عليه قوي لان انا مش هشويه على الفحم. لو هشويه على الفحم هقرص عليه قوي علشان انزل منه الميه كلها، علشان ما يفكليش الكفته بتاعتي. تمام. وخلي بالكم يا جماعه، سبب برضو من اسباب ان الكفته تفك على الفحم ان انت ما تبقيش حاطه ملح مظبوط. ملحك لو مش مظبوط، لو قليل، بخلي الكفته بتاعتك تفك مني. تمام. هنا بقى احنا جينا التوم اللي انا حاطاه لقيته ما اتضربش كله طبعا، فاخدته تاني في الهون. دقيته لان يا جماعه التوم جميل جدا بيدي طعم جميل حلو قوي قوي للكفته. هناخد بقى احنا الحاجات دي هنفضها كده. بسم الله. وهنزل بشويه خل اهو، حوالي نص معلقه صغيره كده بتاعت شاي، مش كتير قوي. وهنزل بليمونه او نص ليمونه حسب الكميه اللي عندك. انا هنزل بنص ليمونه، احط نص ليمونه اهو. تمام. وهناخد حبه ملح، هاخد حوالي معلقه ملح كده بتاعت شاي اهي. هاخد شويه كمان صغيرين. طبعا دي يا جماعه انا هحطها في الفرن، مش هشويها على الفحم. انا بس هعملها قدامكم وهخزنها في الفريزر او احطها في الفريزر لوقت ما عاوزها. وادي التوم اهو اللي احنا دقناه اللي طلع معانا من الخلاط ما اتفرمش حلو. وادي يا حبايب قلبي شويه فلفل اسمر اهو زي ما احنا شايفين. ومعايا بهارات الكفته، هاخد منها معلقه كبيره كده. بسم الله. حط كمان شويه مش مشاكل اهو. هعجنها بقى حلو ببعض، يبقى كده الكفته بتاعتنا جاهزه. وهصبعها واحطها في الفريزر، وخلاص على كده لما احتاجها اطلعها واشتغل بها على طول. طبعا وصفه سهله جدا ومفيش فيها اي تعقيد، وبسيطه جدا وتلاقيها تحت ايدك على طول وقت ما انت عايزاه. انا كده خلاص عجنت الكفته بتاعتي زي ما احنا شايفين. هجيب بقى معلقه او قلم خشب او اي حاجه عندكم او معلقه خشب، وهبدا اخد كل صابع كده اهو، وابدا اصبعه على البتاع. انا طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم انا عندي مش هستخدمها دلوقتي لسه، يعني انا هحطها في الفريزر وقت ما عاوزها بقى اطلعها اهو زي ما احنا شايفين. واصبع واسحب واحط على طبق من ده. وبعد كده هجيب طبق اللي هو الفبر ده يا جماعه، واجيب اكياس تلاجة افرشها فيه، واقوم رصهم فيها كده، واقوم مدخلاهم التلاجة او الفريزر بمعنى اصح. زي ما احنا شايفين بسيطه جدا اهي وسهله. ما تستغربوش من الليمون يا جماعه، ولا تستغربوا من الخل. بيخلي طعم الحاجه جميل جدا والله، بيخلي طعم الكفته حلو قوي. زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. عندك بقى اي حاجه متاحه عندك اعملي بيه.
مش شرط دي تعمل على معلقه، اي حاجه متاحه عندك تديك اي شكل مفرغ من جوه، بس احنا عايزينها تبقى مفرغه من جوه عشان ما تبقاش مكتومه، عادي مفيش اي مشاكل. ناخد حته اهي، نكمل بقى الكميه ونرجع مع بعض. طبعا لسه بعمل اهو، ما شاء الله عاملين لي كميه حلوه كبيره، احسن والله يا جماعه من الكفته اللي بتيجي جاهزه ما احناش عارفين اصلا مصدرها ايه. وحاجه نضيفه انت ضمناها وانت عاملاها لاولادك في البيت. عايزه تصغر الصابع، عايزه تكبريه عن كده براحتك، ده حريه شخصيه اهو. هاجي بقى اجيب طبق كده واحط على كيس تلاجة اللي هو كيس اللبن، افتحه كده، اكياس اللي بنحط فيها اللبن يا جماعه دي، وهبدا ارص معانا الصوابع بتاعتنا بسم الله. لو عندك اطباق كبيره تمام ماشي مفيش فيها اي مشاكل، ده المتاح عندي دلوقتي اهو. لو عندك اطباق كبيره طبعا هتحطي كميه كبيره في طبق واحد. هبدا اطبق الطبقه اللي فوق دي كده، وهرجع اخد عليها بس العكس كده يا جماعه. تمام، هعمل منهم ان شاء الله الطبقين اللي معايا اهو زي ما احنا شايفين، وارجع معاكم. وادي الطبقين بتوع الكفته يا جماعه بتوعنا من نص كيلو لحمه. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.